اهلا بكم سنه رابعه ابتدائي ان شاء الله. السؤال الخامس بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره. 1. ارض شديده الارتفاع ولها قمه وجوانبها شديده الارتفاع، ده الجبل. 2. ارض منخفضه عن مستوى سطح البحر، دي المنخفضات. 3. شبه جزيرة تقع بين خليج العقبة وخليج السويس، طبعا شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء. 4. مساحة من الماء المالح أقل من المحيط، طالما قال لي أقل من المحيط يبقى ده البحر كمان عشان ماء مالح. 4. صحراء تقع غرب نهر النيل تتميز بالرمال الصفراء، الصحراء الغربية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة، طالما قال لي قصيرة يبقى ده هو الطقس، لكن لو قال فترة زمنية طويلة يبقى ده طبعا المناخ. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أطول أنهار العالم، نهر إيه؟ نهر النيل. بعد كده بيقول لي بناء يخزن مياه النيل لري المناطق الزراعية، دي السدود أو السد. السؤال اللي بعد كده السؤال السادس بيقول لي حدد المختلف، الشمس، البترول، الفحم، الغاز الطبيعي. طبعا المختلف هنا الشمس، لأن البترول والفحم والغاز الطبيعي دي موارد غير متجددة، لكن الشمس موارد متجدد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الفحم، الغاز الطبيعي، البترول، التربة. المختلف هنا التربة، لأن التربة مورد متجدد، لكن الفحم والغاز الطبيعي والبترول موارد غير متجددة، يعني بتنفذ كلما استخدمناها. السؤال السابع بما تفسر تقسيم مصر إلى عدة محافظات، طبعا بسبب اتساع مساحتها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وجود الزراعة في الصحراء الغربية أو الانتشار أو الوجود الآبار، لوجود السؤال اللي بعد كده بيقول لي تعتبر مصر دولة بحرية. أول حاجة أقول له لأنها تطل على بحرين من أهم بحار العالم. هنا طبعا البحر الأحمر جهة الشرق، والبحر المتوسط جهة الشمال، جهة الشمال. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي أهمية الرمال البيضاء للاقتصاد المصري. طبعا الرمال البيضاء تستخدم في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية. بما تفسر تلويث مياه النيل، قوله بسبب إلقاء مخلفات الزراعة والصرف الصحي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي علل تلوث التربة في مصر، أقول له بسبب الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية، طيب بعد كده بيقول لي علل عدم نفاذ الموارد الطبيعية كالمياه والهواء والتربة، أقوله لأنها موارد متجددة لا تنفذ باستخدامنا لها. السؤال بعد كده بيقول لي الاعتماد على الشمس والرياح في توليد الكهرباء، أقوله لأنهم مصادر متجددة نظيفة غير ملوثة للبيئة.
تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تنوع البيئات المصرية. اقول له بسبب اتساع مساحتها، وبسبب الموقع الجغرافي المتميز. علل تلوين جنوب غرب مصر باللون البني. اقول له الانتشار او الوجود، الجبال والهضاب. عارفين في الجنوب غرب عندنا جبل العوينات وعندنا هضبة الجولف الكبير. تمام. بعد كده بيقول لي أهمية الأقمار الصناعية بالنسبة للطقس. أقول له تستخدم الأقمار الصناعية في تحديد الطقس بدقة. طيب أهمية معرفة حالة الطقس اليومية. أقول له مهمة لتحديد القرارات اليومية. تمام. طيب وجود زراعة في الصحراء الغربية. أقول له الانتشار أو الوجود الآبار بها. السؤال الثامن بيقول لي ما المقصود بكل من الجبل. أقول له أرض مرتفعة جوانبها شديدة الانحدار. شديدة الانحدار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الجزيرة. أقول له إيه؟ مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. من جميع الجهات. طب البحيرة زي الجزيرة مساحة من اليابس. البحيرة مساحة ايه؟ من الماء تحيط بها اليابس من جميع الجهات. لو لاحظنا هنا هنلاقي البحيرة عكس الجزيرة. طب المناخ هو حالة الجو أو وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والرياح والمطر. طيب الموارد المتجددة هي موارد طبيعية لا تنفذ باستخدامنا لها. طيب السؤال التاسع بيقول لي قارن بين الطقس والمناخ. اقول له الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة من حيث ايه؟ من حيث الحرارة والرياح والمطر. طيب نيجي للمناخ. اقول له وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة برضو من حيث الحرارة والرياح والمطر. تمام كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قارن بين الجزيرة وشبه الجزيرة. الجزيرة زي ما قلناها فوق مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. تمام، زي جزيرة شدوان. طيب شبه الجزيرة هنا أقول له شبه الجزيرة أقول له مساحة من اليابس تحيط بها المياه من ثلاث جهات زي شبه جزيرة سيناء. تمام. بعد كده بيقول لي قارن بين الموارد المتجددة والموارد غير المتجددة. قول الموارد المتجددة هي موارد طبيعية
لا تنفذ باستخدامنا لها. مثل ايه؟ مثل التربة، الهواء. طيب الموارد غير المتجددة هي الموارد التي تنفذ باستخدامنا لها. زي ايه؟ زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. تمام.